أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي وبيهم صحة وحيوية أي راجل: هرمون التستوستيرون. الهرمون ده أساسي وبيلعب دور كبير في حاجات كتير في الجسم، فخلينا نفهم إيه اللي بيأثر عليه وإزاي ممكن نحافظ على مستوياته الطبيعية. وزي ما المصدر اللي بنعتمد عليه بيأكد، الشرح ده موجه بشكل أساسي لصحة الرجل. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. السؤال اللي يهمنا كلنا هو إيه الأسباب اللي ممكن تخلي مستويات هرمون التستوستيرون تقل؟ المصدر بتاعنا بيحدد 7 أسباب أساسية ممكن تكون هي السبب ورا الموضوع ده. يلا بينا نشوفهم واحد واحد. أول حاجة السن، وده شيء طبيعي، مع الوقت الإنتاج بيقل. تاني حاجة ودي مهمة قوي هي زيادة الوزن. الموضوع مش مجرد شكل، لأ، الخلايا الدهنية دي فيها إنزيم بيحول التستوستيرون لهرمون الإستروجين. والسبب الثالث هو التوتر المستمر. لما الواحد بيكون متوتر على طول، الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول، وده بيوقف إنتاج التستوستيرون. ونكمل. قلة النوم طبعاً بتلخبط منظومة الهرمونات كلها في الجسم. كمان سوء التغذية، خصوصاً الأكل المصنع اللي مفهوش الفيتامينات والمعادن المهمة زي الزنك. في كمان بعض الأمراض المزمنة زي السكر ومشاكل الكلى. وآخر حاجة استخدام الستيرويدات أو المنشطات، ودي بتبعت إشارة للجسم بتقوله شكراً، مش محتاجينك تنتج أي حاجة، فالإنتاج الطبيعي بيوقف. طيب، بعد ما عرفنا كل الأسباب دي، هل ده معناه إن القصة خلصت؟ لا طبعاً. الخبر الكويس إن الحل موجود ومش معقد على فكرة. الحل زي ما المصدر بيقترح مش في أدوية ولا خلطات سحرية. الحل كله في تغييرات بسيطة في أسلوب حياتنا اليومي. في 4 نقط أساسية نقدر نشتغل عليها. الخطوات دي مباشرة جدا وعملية. أول حاجة النوم كويس من 7 ل 9 ساعات كل ليلة. تاني حاجة الأكل الصحي المتوازن، ونبعد على قد ما نقدر على الأكل المصنع. تالت خطوة هي الرياضة، لأن بناء العضلات بيحفز الجسم ينتج تستوستيرون. ورابع وأهم حاجة التحكم في التوتر. الحياة أكيد فيها ضغوط، بس المهم هو إزاي بنتعامل معاها. وفي الآخر، الرسالة الأهم اللي محتاجين نطلع بيها من كل ده هي إن مجرد البداية هي أهم حاجة. محدش مطلوب منه يكون مثالي من أول يوم. وده ياخدنا للاقتباس اللي بنختم بيه: ابدأ باللي ممكن. كل خطوة حتى لو كانت بطيئة هتوصلك. الفكرة كلها في الاستمرارية والخطوات الصغيرة اللي بتكمل بعضها، مش إننا نوصل للكمال مرة واحدة.